السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. اتمنى تشوف الحلقه الاولى وتكون استفدت. هنتكلم بقى النهارده في الحلقه الثانيه عن الايكوليبريم في التوريا. طبعا زي ما قلت لك تكون سمعت شرح المحاضره الاول. والله في حلقه النهارده هنتكلم الفيجن بسرعه كده عن ايه هو الدوت برودكت، انت اكيد سمعته في المحاضره يعني. وهنحل مساله على المحاضره اللي فاتت، مساله حلوه كده. وبعدين هنشرح مساله بيزك من الشيت على الايكوليبريم في ال2 دي. وبعدين هنحل مسالتين في كويزات السنين اللي فاتت. وبعدين هنحل مساله كويز السنه اللي فاتت. لو الفيديو هيكون طويل زي ما قلت لك هنقسمه على جزئين. ولو الفيديو قصير فهينزل مره واحده او ما تزهقش منه في مره واحده فهننزله في مره واحده. فنسمي بالله، نصلي على النبي، نقول في الاول اللهم ادفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بسم الله. دلوقتي الاول هنتكلم على دوت برودكت. يعني ايه دوت بي؟ بتساوي ايه اصلا؟ بتساوي ماجنتيود الاي في ماجنتيود البي في كوزاين سيتا بين الاي والبي. يعني انت لو عندك ده كده A او ده كده خليه البي وده الاي، فاي دوت بي وبينهم زاويه سيتا. اي دوت بي بيساوي المتجه A ماشي قد ايه في متجه B. حلو. انا الرياضي بتاعي هو مشى A قد ايه في اتجاه البي اللي هو الشويه دول كده. حلو. زي ما قلت لك بيتحسب ازاي؟ بيساوي الاي في البي في كوزين سيتا. تمام. معلومه مفيده جدا ومهمه جدا هنا. احنا ساعات بنحتاج السيتا بين تو فيكتورز. اسهل طريقه انك تجيبهم هتساوي ايه؟ هتساوي اي دوت بي على ماجنتيود الاي في ماجنتيود البي. ده بالنسبه لك جوكر، عشان انت هتحتاج كتير قوي انك تجيب الزاويه وهيكون كتير قوي في المقامين بتاعتك في الامتحان. ماشي. دي كده معلومتين مهمين جدا بالنسبه لك في دوت برودكت. طبعا لازم تسمع الشرح بتاعهم للدكتور. تمام. انا قلتهم لك بس عشان نبدا شرح عليهم او هنحتاجهم فيما بعد. بسم الله. هنسمي بالله. المساله الكود بتاعها 2.123 من شيت 2 في الاستاتكس. ماشي. طبعا هسيب لك الصوره بتاعتها دلوقتي واحنا بنحل، وكل المسائل اللي انا هشرحها هسيبها لك في فايل على الدرايف. تمام. والله المساله مرسومه كده كده كده. دي نقطه ايه، ويفضل في الاول انك ترسم المساله بايدك عشان تشوف هي بتترسم ازاي، او تشوف هي يعني انت وانت ترسمها هتفهم ان ده مثلا موزن الواي، فانت ترسمها الموضوع ايه هيبقى احسن معاك عكس انت بتشوفها وخلاص. طيب وبعدين عندك نفسي هو عنده سهله تخش بقى الموضوع. ركز بقى في الزوايا عادي زي كده اللي انا عملت كام عادي كده. زي كده زي كده 45. تقول لي دي انهي نوع من المسائل اللي احنا خدناها؟ دي مساله البروجيكشن. فكان مساله البروجيكشن شرحناها في الاساسيات وحلينا عليها مساله المحاضره اللي فاتت، هي دي نفس الفكره بالظبط. بس هي ايه، شكلها اصعب سيكه من الاسئله التانيه، عشان في العادي او في المسالتين اللي حليناهم بتبقى من نقطه ايه، ده بقى من هنا من نقطه سي. حلو. والله الموضوع بسيط جدا. هيتعمل ازاي؟ بص. دلوقتي زاويه 45 دي بين ايه؟ بين مثلا هنسمي ده كده سي اي حاجه سي دي يعني. بين القطعة سي دي وبين الزد اكسيس. ماشي. فالتو اكسيس اللي احنا هنشتغل عليهم هم السي دي والزد اكسيس. انت عايزك تتخيل ان الاكس والواي والزد عندي السي، يعني افرض ان في هنا اكس وواي وزد، فدي كده الزاويه بين السي دي والزد اكسيس. فاحنا هنعمل ايه؟ هتقول والله السي دي هتساوي 400 كوزين 45، والزد اكسيس نسميها اي حاجه، مثلا نسميها يا عم الكومبوننت بتاع السي بيساوي إيه؟ بيساوي 400 ساين 45. اللي هو هيبقى شكله إزاي؟ هيبقى شكله هنا كده، وهيبقى طالع لفوق هنا كده. هو طالع لفوق فهو إيه في البوزيتيف. ماشي. طب إحنا دلوقتي عايزين نجيب الإكس والواي، هنجيبهم إزاي؟ دلوقتي الزاوية دي كده 30 بين الإيه؟ بين السي دي والواي. فالسي الواي كومبوننت بتاعها هيساوي السي دي كوزين 30. حلو. هيكون في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ لا والله هيكون عامل كده، معنى ان هو عامل كده فهو ايه في البوزيتيف. طب الكومبوننت الاكس بتاعه هيساوي كام؟ هيساوي سي دي ساين 30 في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ والله هيكون عامل لورا كده، معنى ان هو لورا فهيكون بالنيجاتيف. تعالى بقى نكتبها. هنكتب بقى ايه دلوقتي؟ هنكتب الفورس عادي جدا. هل فارقه معاك ان هي من هنا او من هنا او من هنا؟ لا، احنا عايزين نكتب الفورس كايه؟ ككومبوننت. فوالله زد الكومبوننت بتاعها ب 400 كوزين 45. في اي لعب فيها؟ لا والله مفيش فيها اي مشاكل. طب الإكس بسالب سي دي ساين 30. السي دي بكام؟ ب 400 كوزين 45، فتبقى سالب 400
كوزين 45 في ساين 30. طب الواي سي دي كوزين 30، السي دي زي ما هي برضه 400 كوزين 45 في كوزين 30. هو في السؤال كان عايز ايه؟ والله كان عايز الكومبوننتس بتاعته بس خلاص، فاتني جبت الكومبوننتس. حلو. زي ما قلت لك هي مش مسألة قوي، بس ايه، تذكرة بالبروجيكشن. كلامنا بقى النهارده هيكون على الايكوليبريم في ال 2 دي. يعني ايه ايكوليبريم اصلا؟ ايكوليبريم معناها اتزان. طب يعني ايه حاجه متزنه؟ يعني حاجه ثابته ما تتحركش. طب في الاستاتيكا ده معناها ايه؟ معناها ان لو في قوه بتاثر من اليمين هتساوي نفس القوه اللي بتاثر من الشمال، ولو في قوه مثلا بتاثر من فوق هيساوي نفس القوه اللي بتاثر من تحت. ماشي. الايكوليبريم المرض اللي هناخده هيكون في ال 2 دي. ليه شرط واحد بس، ان سيجما اف اكس بيساوي صفر وسيجما اف واي بيساوي صفر. احنا شغلنا كله عشان نطبق الشرطين دول، الشرطين سهلين جدا. ان القوة على اليمين زي ما قلت لك بتساوي اللي على الشمال، واللي فوق بتساوي اللي تحت. حلو. ده كل الفكرة. هنحل عليها مسألة بسرعة. مسألة سهلة. كودها. بيقول لك ايه بقى في المسألة؟ بيقول لك ان انت عندك بلوك دي وزنه 1.5 كيلو نيوتن. تمام. وتأكد ان الوزن بالنيوتن عشان ممكن يديك الكتلة ويغفلك وانت ترجع تضربها في 9 و8. خلي بالك، هو لازم يديك الوزن بالنيوتن بوحدة النيوتن. لو اداك الكتلة هيديها لك بالكيلو جرام. عشان تحولها لنيوتن هتضرب في 9 و8. نقطة مهمة جدا خلي بالك منها، جابها لنا في كويز من الكويزات. حلو. وقال لك والله ان انت عندك برضه بلوك بي وزنه 1.375. قال لك عايز بلوك سي عشان كل ده يكون ايه؟ يكونوا متزنين وعايز الانجل. حلو. هنعمل ايه؟ هنرسم المسألة. بس وانت بتنزل مش لازم ترسم بقى البلوكات. بالتالي المسألة مش هتكفي هنا. هنرسمها هناك. بسم الله. نرسم المسألة في الأول. المسألة والله هنا بوينت A، وبعدين هنا كده، وبعدين هنا كده. حلو. احنا مش لازم نعمل الويت وكده، احنا كل اللي احنا ممكن نعمله ان احنا ممكن نقول هنا في كده، ان في هنا كده شد بكام؟ بالوزن بتاع بي اللي هو في المسألة 1.375. حلو. بس مش لازم تقعد تكبر المسألة منك. وهنا برضو الوزن كام؟ الوزن احنا مش عارفينه، فاحنا مثلا هنسيبها ايه كده سي. وقال لك والله ان في هنا وزن. الوزن هنا بكام؟ والله الوزن هنا ب1.5. حلو. انت هنا الشد هنا هو الشد هنا. حلو. لازم هما يكونوا ايه كده في وش بعض. يعني عامة لما يكون في وزن أي لما يكون في شد، يعني ده حبل كده وهنا في نقطة وهنا في نقطة، ففي قوة كده، قوة شد بتساوي نفس القوة كده، يكونوا في وش بعض. حلو. انما لو في هنا كده وفي هنا كده وده كيبل مضغوط، فالقوة بتكون ايه عكس بعض كده. القوة بتكون كده بتساوي القوة هنا. طبعا القوة كلها قوة شد عشان احنا بنشد الحبل، فالمفروض لو احنا هنرسم ان في هنا كده كيبل، قصدي ويت، فالويت اللي هيكون كده هو الويت اللي هيكون كده، والويت ده هو بيساوي الويت ده عشان لازم يكونوا ايه في وش بعض. ماشي. دي معلومة انت لازم تكون عارفها. والله زي ما قلنا ده بي وده سي وده دي مش فارقين قوي، فاحنا دلوقتي هنشتغل على اي بوينت. البوينت اللي بتكون فيها الايكوليبريم اللي هي بوينت ايه؟ اكيد مفيش ايكوليبريم هنا وهنا. الايكوليبريم بيكون ايه؟ في البوينت اللي فيها ايه؟ انونز ومعلومات وكده. فاحنا هنشتغل عند نقطة ايه؟ نقطة ايه كده عندها والله تحت 1.5. طب هو هنا اداك انجل، اداك هنا انجل 30 درجة، واداك هنا انجل سيتا. فوالله انت عندك هنا كده قوة اي سي، وعندك هنا كده اي بي. ماشي. زي ما قلت لك هنا الزاوية ب30 وهنا الزاوية بسيتا ومش عارفين بكام. فاحنا هنعمل ايه تحليل؟ هنحلل دي كده اهي زي ما قلنا، دي كده 1.5 زي ما هي. هنحلل هنا كده اي سي كوزين 30، والفوق كده اي سي ساين 30. عندك هنا كده اي بي كوزين سيتا، وعندك فوق كده اي بي ساين سيتا. هنعمل ايه؟ عايزين نعمل ان سيجما اف اكس ايكوال 0 وسيجما اف واي ايكوال 0 بس. فهناخد اي سي كوزين 30، اي سي كوزين 30 ناقص اي بي كوزين سيتا ايكوال 0. كلام جميل. وهناخد في سيجما اف واي هتبقى اي في ساين سيتا اللي هو الفوق، زائد اي سي ساين 30 ناقص 1.5 ايكوال 0. عايزين بقى نفك المعادلات. طبعا دي معادلة واحد ودي معادلة اتنين.
والله أنت كل اللي أنت تقدر تعمله معاك الAC، لا والله مش معايا الAC فهنسيبها زي ما هي. الكوزاين 30 بكام؟ بجذر 3 على 2 ناقص AB بكام؟ والله الAB 1.375 كوزاين سيتا مش عارف. فاحنا كده هنا عندنا ايه؟ 2 unknowns. دي المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 2 AB عارفينها، أيوه ب1.375 ساين سيتا مش عارف، بلس AC بكام؟ برضه مش عارف. AC ساين 30 بنص فاحنا ممكن نخليها كده نص، ناقص 1.5 equal 0. دي المعادلة التانية. حلو، هقلب الصفحة. المعادلات كان شكلها ايه تاني؟ جذر 3 على 2 AC ناقص 1.375 كوزاين سيتا equal 0. والمعادلة التانية عشان شكلها 1.375 ساين سيتا زائد نص AC ناقص 1.5 زائد نص AC ناقص 1.5 equal 0. فاحنا نودي 1.5 الناحية التانية فنقول إنها بتساوي 1.5. والله أنت كده عندك 2 unknowns اللي هو الAC والساين سيتا والكوزاين سيتا. والله عايزك تبص بقى وتركز معايا. دلوقتي لو كانوا 2 unknowns عادي، يعني مثلا AC و AB، لو الاتنين تنشن أو الاتنين برقم، فأنت كنت هتحطهم على الآلة وتحلها. طب دلوقتي هما مش 2 ينفع يجيبوا على طول، يعني ما ينفعش أحط ساين وكوزاين على الآلة. لو كان عندي معادلة تالتة كنت ممكن أشتغل، بس دلوقتي دول معادلتين مش ب2 unknowns، دول يعتبروا 3 unknowns. عشان ده غير ده، هنعملها إزاي؟ بُص، في المسائل اللي فيها ساين وكوزاين، أنت هتجيب الساين والكوزاين في حتة واحدة وبعدين نربّعها زائد تربيع التانية بيساوي 1، عشان أنت عارف إن ساين تربيع زائد كوزاين تربيع لأي أنجل في العالم بيساوي 1. هي دي المعادلة بقى اللي دي المعادلة التالتة اللي أنت هتشتغل عليها، عشان أنت ما لكش حل إلا كده. فهنعمل إيه؟ والله هنودي دي كده الناحية التانية فبقت 1.375 كوزاين سيتا equal جذر 3 على 2 AC، وعندك في اللي تحتها 1.375 ساين سيتا equal 1.5 ناقص نص AC. حلو، فشكلها كده منطقة. هنعمل إيه؟ هتعمل دي تربيع وهتعمل دي تربيع وهنجمع. فهيبقى شكلها إزاي؟ فدلوقتي أنت هتربّع أول سنة ف1.375 تربيع بيساوي كام؟ بيساوي 1.98 و89 ف1.89 كوزاين سكوير 6. حلو، اجمع اللي تحتها زائد 1 نفس الفكرة ساين سكوير ثيتا بيساوي إيه؟ بيساوي والله ده تربيع جذر 3 على 2 تربيع بيساوي 3 على 4 AC تربيع، AC كل تربيع زائد والله هنفتح كده قوس 1.5 تربيع بكام؟ ب2.25 هيبقى ناقص 2 في الأول والتاني ف1.5 AC تبقى زائد نص تربيع مربع AC تربيع. بس كده أنت معاك معادلة يعتبر فيها من 1. بس ثانية بس عشان نضبط شكلها هتخليها 1.89 بعدين والله هتقول كأنك خدتها عامل مشترك ساين تربيع سيتا زائد كوزاين تربيع سيتا بيساوي نفس الفكرة. بس بقى تعالي نضبطها، تعالى نضبطها. فبقت 3 على 4 زائد ربع اللي هتبقى 1 AC سكوير زائد 2.25 ناقص 1.5 AC. جميل، طبعًا ده إحنا قلنا إن ده ب1 فبقت 1.89 بقت بتساوي AC تربيع ناقص 1.5 AC زائد 2.25. حلو، ممكن أودي 2.25 دي الناحية التانية نخلّي بقى شكلها حلو، أو لأ مش هاودي 2.25 الناحية التانية، إحنا هنجيب ال1.89 هنا عشان إيه؟ تبقى معادلة تربيعية، فبقت AC تربيع ناقص 1.5 AC زائد 36% بيساوي 0. هتكتبها على الآلة والله 1 سالب 1.5.63 هتدّي لك والله إن الAC بتساوي 1.2 أو الAC تساوي 3/10. حلو، فكده دلوقتي بقى أنت معاك قيمتين، هنشتغل بالقيمة دي والّا بالقيمة دي؟ والله بُص، في حالة زي ديّة إحنا هنشتغل بالاتنين، فإحنا نقسم اللي هو بالنُص، قُلت له والله لو الAC كانت ب1 و2 فالثيتا هتبقى بكام؟ هترجع تعوّض بقى في المعادلة
اللي كانت فوق بتاعة الثيتا، كانت المعادلة بتقول لك إن 1.375 كوزين ثيتا بتساوي جذر 3 على 2 AC. حلو، فاحنا هنعوض بقى هنا، هتقول والله إن 1.375 إكس اللي هي كوزين ثيتا بتساوي جذر 3 على 2 في ال 1.2، فالكوزين ثيتا هنا بإيه؟ بالرقم ده اللي هو 75 من 100. هتعمل والله شيفت كوزين هتدي لك إن الزاوية ب40.9. طب هنعمل نفس اللي إحنا عملناه تاني لو الEC كانت ب3/10، هتقول والله لو الEC ب3/10 ف 1.375 برضه كوزين إكس بقى على طول ممكن تجيبها كده على طول بيساوي جذر 3 على 2 في الEC اللي هي ب3/10. شيفت سولف هيطلع معاك إن الثيتا بتساوي 97.1، فكده تبقى دي إجابة ودي إجابة. ده في حالة إن السؤال مقالي، تمام؟ إنما لو اختياري أكيد مش هيسيبها لك إيه كده، أكيد كده هيظبط المسألة بحيث إن هو يطلع لك إيه ناتج واحد، فده يكون إيه مربع كامل. المهم دي كده مسألة بيزك خالص، اللي هو إزاي في أي مسألة equilibrium تيب 2 دي هتشتغل. حلو، عايزين بقى نعلى بالمستوى شوية ونبدأ نحل مسائل إيه من كويزات وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنحل مسألة كانت في امتحان 2020-2021، مسألة كويز 1، ومسألة فعلا كويسة، مش سهلة خالص، مسألة تقيلة كويسة على حسب مستوى الناس بتاعها. ممكن المستوى يكون أعلى من جامعات تانية، بس هو ده المستوى إيه اللي في الناس بتاعها. زي ما قلت لك هسيبها لك في الملف وهسيب لك صورة الرسمة شكلها والله عامل كده. دي نقطة B، قال لك إن هنا كده في سبرينج أهو، قال لك إن دي نقطة A، وقال لك كده C، وهنا كده D، ومربوطين كده والله. آمم دي 400 مللي، إحنا ممكن نشتغل إن هي 4/10 متر، ولا هو شغال بالملي في السؤال؟ لا والله شغال بالمتر. ودي 3/10، وديّة نُص، قال لك إن دي كده ب4/10، طب دي كده ب4/10. قال لك إيه بقى في المسألة؟ قال لك إن الEV الN نود بتاعها بيساوي 334 مليمتر، يعني ممكن نحط كده فبقت إيه .634 متر، وقال لك إن الK بيساوي 2.338. لازم تركّز بقى في الوحدة نيوتن بير متر، ماشي؟ عشان كده أنا حاولت كلّه المتر. ما أعرفش أنت سمعت عن السبرينج والّا لأ، بس المفروض يكون اتشرح لك في المحاضرة، بس هاقوله لك تاني بسرعة. إحنا بيكون عندنا السبرينج ده اللي هو الزنبرك. فمثلًا لو إحنا عندنا هنا كده وهنا كده وهنعمل مثال، بُص، دلوقتي الزنبرك أهو، طوله الأصلي قبل ما نشده مثلًا كان إيه، ب1 مثلًا، 1 متر. فدلوقتي إحنا شديناه بقى طوله كده أهو مثلًا 1.5 متر، فإيه اللي هيحصل؟ هيحصل فيه إحنا قلنا إحنا إيه، إحنا شديناه، فهيحصل فيه قوة شد، ماشي؟ وعايزين نعرف مقدارها واتجاهها. مقدارها بيتحسب إزاي؟ الفورس والله بتساوي كي دلتا N. الدلتا N دي بكام؟ بطوله فاينل ناقص طرق initial، بس تجيب لها القيمة المطلقة عشان إحنا اللي هنحدد الاتجاه، ماشي؟ أنا هاقول لك الاتجاه بيتحسب إزاي، بس أنا بس عايز أجيب الماجنتيود. فوالله الكي مثلًا ب1000، في دلتا N هنا بكام؟ N final أو الكبيرة ناقص الصغيرة، يعني 1.5 ناقص 1 نُص، المفروض N final ناقص N initial، ماشي؟ بس زي ما قُلت لك هنا مش هتفرق عشان باجيب القيمة المطلقة. فهنا والله ب500، فدلوقتي إحنا معانا قوة ب500 نيوتن، اتجاهها إيه؟ إحنا قُلنا ده طوله زاد فحصل tension، معنى إن حصل tension فشكل القوة بيكون كده، لسه قايلينها من شوية إن القوة بيكونوا في وش بعض كده، ماشي؟ فهنا هيبقى في هنا قوة واحنا بنحسب من النقطة اللي تحت القوة هيبقى شكلها كده، ولو شغالين على النقطة اللي فوق فالقوة هيبقى شكلها كده. طب والله دلوقتي لو حصل compression بقى شكلها كده، وبقى طولها .75، هنعمل إيه؟ والله كل اللي إحنا هنعمله هنقول برضه إن الF بتساوي K دلتا L، اللي هو هيساوي K نفس ال1000 طبعًا مش هتختلف ونفس الزنبرك خلاص، في 75 ناقص 1 اللي هي بسالب ربع، وزي ما قُلت لك هتجيب لها قيمة مطلقة هتبقى ربع، هتساوي كام؟ هتساوي 250 نيوتن. شكل القوة بقى هيكون إزاي؟ والله شكل القوة هيكون كده عكس بعض، يعني هاطلّع ما هي دي كده الcompression، ماشي؟ إنما ده الtension. حلو، معلومة بسيطة بس أنت لازم تكون كنت عارفها قبل ما نشتغل، حتى لو مش عارفها فإيه أنا قُلتها لك أهو. فوالله دلوقتي إحنا ادّاك الN نود، وبعدين في الرسمة هنا والله يقوم مدّيك إن بقى طولها نُص، فعلًا طولها نُص فكده زادت، فالN
أو هنجيب بقى الفورس على طول في الإي بي تساوي كام؟ والله يا باشا بتساوي الكي اللي هو مديها لك 2338 في نص ناقص 0.334 هيطلع بكام على الآلة؟ ولازم تخلي بالك من الوحدات عشان زي ما قلت لك دلوقتي احنا شفنا الكي نيوتن بير متر، فلازم الطول يكون بالمتر، ما ينفعش مثلا انت بتشتغل بالملي اللي هو من ده. والله بيساوي 388.108 نيوتن. كلام جميل. كده احنا جبنا الفورس اي دي. شكلها ازاي؟ والله شكلها هيكون، ولا اقول لك هنجيب شكلها دلوقتي في الاخر. او نجيب دلوقتي بقى خلاص شكلها خلاص تقريبا ايه، ما عندناش هنعمل حاجه. هنجيب بقى البي تاني اهيت، دي نقطه بي. فالاي في كان شكلها كده كده، كان بينهم زنبرك عن التاني. حلو. القوه هيبقى شكلها ازاي؟ دي قوه تنشن، فالقوه هيبقى شكلها كده في وش بعض كده. بمعنى ان هم في وش بعض واحنا هنشتغل على نقطه بي، فاحنا هنشتغل على السهم ده. ماشي. فكان بيقول لك ان في هنا كده قوه بكام؟ ب 388.2. كلام جميل. عندك ايه تاني؟ والله عندك قوة في البي دي وعندك قوة في البي سي. ايه البي سي؟ يبقى كده بي سي، وعندك كده بي دي. اداك انجلز؟ لا ما اداكش انجلز. طب هنعمل ايه؟ والله كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الانجلز. مش لازم بقى نجيب الانجلز كرقم، نجيب الساين والكوزاين بتاعتي. هنسمي دي سيتا وهنسمي دي بيتا. وهنجيب بقى الاطوال. فاحنا هنقول والله الدي سي المثلث بتاعها عامل كده. دلوقتي احنا رسمنا المثلث ده اللي هو المفروض كان فوق. حلو. وهتلاقيه في الرسمه. فالنقطه دي بوينت بي، والبوينت دي بوينت سي، مثلا هنسمي البوينت دي بوينت اف. فاقول لك ان دي ب 4 من 10 ودي ب 4 من 10، فمعنى كده ان السيتا 45. سوري، السيتا 45. فكوزاين 45 احنا عارفين بواحد على جذر 2، وساين 45 برضه بواحد على جذر 2. نيجي بقى المثلث اللي تحت اللي هو والله هيكون شكله عامل كده. دي كانت بي، دي كانت دي، قصدي سوري دي اف، واللي تحت دي اللي هي دي. حلو. ودي بيتا. هو قال لك دي ب4 من 10 ودي 3 من 10، فدي بنص في نص. فتبقى كوزاين بيتا بيساوي 4 على 5، وساين بيتا ب3 على 5. جبناهم كله تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل هنا الريزوليوشن. بص شكلها انا مش حابب بصراحه تعالى نعملها كده هنا تاني. دي نقطه بي، وزي ما قلنا هنا عندك الفرصه 388.108. البي سي هتحلل لبي سي كوزاين، وهنا بي سي ساين. تمام. العمليه هنا بقى عشان شكلها يكون كويس، فاحنا هنقول والله ان انت عندك هنا بي سي كوزاين سيتا اللي هي بكام؟ بواحد على جذر 2. فنقول والله واحد على جذر 2. وعندك والله فوق بي سي ساين سيتا اللي هي برضه واحد على جذر 2 بي سي. هنفك البي دي، والله هنا هنتفك لبي دي كوزاين، وهنا هتتفك لبي دي ساين. فهنفكها والله هنا بي دي كوزاين، كوزاين سيتا ب 4 على 5، فيبقى معانا هنا كمان زائد 4 على 5 بي دي. وهيبقى والله تحت بي دي ساين سيتا اللي هي 3 على 5 بي دي. حلو. بس كده احنا جبنا كل الفورسز عند بوينت بي اللي عندها الايكولينيوم. هنقول والله يمين بيساوي شمال، وفوق بيساوي تحت. هنبدأ بإيه أول؟ ما تفرقش، هو كده وكده المعادلتين فيهم تو انونز. نبدأ فوق بيساوي تحت، فواحد على جذر 2 بيساوي 3 على 5 بي دي. دي طبعا هي ان هي سيجما اف واي بيساوي 0. كنت المفروض تقول 1 على جذر 2 بي سي ناقص 3 على 5 بي دي بيساوي 0. فهي يعني هنا بي سي. ووالله هتقول ان 1 على جذر 2 بي سي زائد 4 على 5 بي دي بيساوي 388.108. والله هنا الموضوع بانه سهل، دي نفس الواحد على جذر 2 هي دي. بطريقه تانيه انك تسهل على نفسك الامور. ممكن تعوض على واحده في التاني. حلو. المفروض الطريقه الاصليه في مساله زي دي انت تعمل ايه؟ والله هتقول ان معادلتين في مجهولين هتظبطها بحيث ان هي بتساوي رقم او بتساوي صفر، واكتبها على الآلة. طب انت عايز بقى اسرع او عايز فكره تانيه وطريقه تانيه، فوالله هي واحد على جذر 2 هي دي بالصدفه، فانا هقعد على واحده في الايه في التاني. فاحنا ممكن نخلي هنا، نخلي المعادله ديت 3 على 5 بي دي اللي احنا جبناها من هنا، زائد 4 على 5 بي دي بيساوي الرقم ده. فوالله من على الآلة ان البي دي هيساوي كام؟ 388.108 على 7 على 5. والله هتدي لك 277.2.
277 هنرجع بقى نعوض في واحد، فنجيب إن البي سي هتساوي 277.2 دي 3 على 5 على 1 على جذر 2 هيساوي 235.2. كلام جميل. فكده والله إحنا جبنا البي دي وجبنا البي سي، وفي الأول خالص كنا جايبين الإيه فورس بتاعة الإي في. هنرجع بقى نشوف في الأسئلة والله دلوقتي. أول سؤال قال لك الانترنال فورس في السبرينج اللي هي كام؟ اللي هي الاف اي بي اللي هي 388.10 موجودة فعلا، اختيار بي. السؤال التاني قال لك التنشن في البي سي احنا مطلعينه 235.22 موجود 235.2 صح؟ وده صح. الاختيار التالت عايز التنشن في البي دي. والله تنشن في البي دي 279.2 موجود الاختيار الاول. كلام جميل. السؤال بقى اللي جاي رابع مطلوب بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز النيدد سبرينج كونستانت لو الماكسيمم تنشن في الكيبلز ما يقدرش يزيد على 343. ده معناه ايه؟ معناه ان قوه الشد في الحبليه هتفضل تزيد لحد ما واحد فيهم يوصل 343. طب هل التاني لازم يوصل 343؟ مش لازم، ولو فكرت فيها مش هينفع، عشان التاني لو وصل 343 فالاولاني هيزيد فيتقطع. فانت هنا عندك الاثنين مش قد بعض، فعندك البي دي كبير، فالبي دي هتفضل تزيد والبي سي كمان هتفضل تزيد لحد ما البي دي توصل ل 343. حلو. ساعتها البي سي هتبقى برقم مالناش دعوه بيه، احنا مش عايزينه دلوقتي. احنا عايزين ايه؟ عايزين الكي اللي هي بتاعت السبرينج. فاحنا طالما قال لك الماكسيمم تنشن فاحنا هنشوف الكبير ونسوي الماكسيمم تنشن، ومنها نجيب ايه؟ نجيب السبرينج كونستانت او نجيب اي حاجه. طب لو كان عاكس المساله وكان قال لك المينيمم او قالها لك فاحنا هنشتغل على الصغير. حلو. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنقول ان البي دي هي اللي بقت بتساوي 343، ومنها هنعمل ايه بقى؟ هنرجع نعوض تاني في المعادلتين. ليه؟ عشان احنا حلينا بطريقه المعادلتين، في طريقه تانيه اسمها طريقه لامي هنشرح بيها دلوقتي. حلو. والله بص، هنشتغل في المعادله دي اول. فهو قال لك 3 على 5 بي دي بتساوي 1 على جذر 2 بي سي، فاحنا هنفترض خلاص ان البي دي بالرقم ده، فهي 343 في 3 على 5 على 1 على جذر 2، ومنها ان احنا وصلنا ان البي سي، ودي ملهاش لازمه ماشي بس انا اجيبها لك. والله بقى دلوقتي فاكر المعادله اللي احنا كنا اشتغلنا بيها هنا اللي هي ديت، اللي احنا وصلنا ل 7 على 5 بي دي بتساوي الرقم ده. احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقول والله ان 7 على 5 في البي دي اللي احنا قال لك عليها 343 بتساوي ايه بقى؟ بتساوي كي دلتا ان. هل بتساوي الرقم ده؟ لا، مش هينفع نشتغل بالرقم ده. ليه مش هينفع نشتغل بيه؟ عشان المساله اتغيرت. ف7 على 5 في البي دي اللي هي 343 بتساوي ايه؟ بتساوي والله كي دلتا ال. فالكي احنا مش عارفينها نحطها بايه؟ باكس. في كام؟ في نص ناقص 0.4 اللي هو كان مديلك في اول المساله. هيساوي كام؟ شوف سولف على الاله. طبعا كل الكلام اللي بقوله ده على الاله. هيطلع والله ان الكي بيساوي 2892. موجوده في الاختيارات؟ موجوده في الاختيارات 93. هي فعلا 92 و7 قلت 93. فوالله كده احنا طلعنا الكي تاني عشان انا مش فاهم قصدي. هو قال لك الماكسيمم تنشن في الكيبلز هيزيد لحد 343، فاحنا هنساوي الكبير ب 343. احتاجنا نجيب الباقي ماشي، ما احتاجناش وفي معادله زي ديت هنعوض فيها على طول خلاص تمام. بس انا كنت بجيبها عشان اقول لك ان احنا ممكن يحتاج يحسب كله، ممكن يقول لك البي سي بكام ساعتها. تمام. يعني حلينا المساله دي طبعا مساله كويسه، مساله متوسطه جت في كويزات، بس الكويزات في السنين اللي بعدها ايه تصعب شويه. هنحل دلوقتي مساله كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لو حد عنده اي اسئله يا شباب في جروب انا عامله على الواتس، انا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. حد عنده اي اسئله، اي نقطه مش فاهمها، حابب يبدو رايه في اي حاجه يقول لي. والله المساله دي هسيب لك الصوره بتاعتها دلوقتي، نفس الفكره اللي فاتت ويمكن اسهل كمان. ودي المساله اللي هي الدارجه وبتيجي كتير. تمام. قال لك دي نقطه ايه؟ وقال لك ده هنا كده دي نقطه دي مربوطه في ايا يكن صحيتها عامله كده. والله بعدها قال لك هنا عندنا كده عندنا نقطه بي، وهنا عندنا في اسفل الحبل والله كده نقطه سي. ماشي، لازم طبعا ترسمها رسم كروكي كده. اعمل لك دي كده سيتا. آه 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 قال لك ديت تقريبا دي كده طول الجاما دي فاي وبس. اداك اي معلومات؟ تعال نشوف بقى. قال لك في تو بايبس، واحده ب 300 وواحده ب 180 عند اي وبي. حلو. فمعنى كده ان اللي عندي اي دي كده ب 300 واللي عندي بي ب 180. فين بي؟ اللي عندي بي كده ب 180.
و80. كلام جميل. عندك 3 أحمال. والله قال لك إن الثيتا اللي هي ب30 درجة، والفاي ب22 درجة. يعني دي كده ممكن نشيلها خالص كده ونكتب 22 بقى. طبعا ما ادالكش الجاما، هتكون ايه محتاجة في الأكسل بالظبط، تبقى لك في آخر الأسئلة. هنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما قلت لك هنشتغل على 2 بوينتس. هنا عندك 2 بوينتس ايه هنعمل فيهم الايكويفالنت، واحد عند نقطة بي والتانية عند نقطة ايه. حلو، هنشتغل بواحدة بالبوينتس عادي، والتانية هشتغل لك بايه بلامي، عشان اعلمك ايه طريقة لامي. انت اكيد سمعت عنها في ثانوي بس عشان لو مش فاكر. والله هنيجي عند نقطة بي، يعني نجيب نقطة بي هنا كده، دي نقطة بي. حلو، والله عندك تحت كده 180. ركز بقى في الحتة اللي جاية، طبعا كلها قوة شد. فزي ما قلت لك قوة الشد بيبقى شكلها ازاي؟ بتبقى شكلها كده وكده، بتبقى خارجة من النقطة. حلو، فاحنا عندنا بي سي عاملة كده في الرسمة الكبيرة يعني. حلو، بان دي سيتا فاحنا هنعمل دي كده دي سيتا برضه، فالسيتا دي برضه ب 30. فمعنى كده ان اللي فوق دي كوزاين واللي هنا كده ساين. عشان نعملها على طول بقى هنقول ان دي كده بي سي كوزاين 30، وعندك والله كده بي سي ساين 30. موضوع سهل. طبعا زي ما قلت لك نفس الفكره هنا كده، ادالك ان دي ب 22، معنى كده ان دي كمان ب 22 بالتوازي. فهتبقى كده اي بي كوزاين 22، والتحت اي بي ساين 22. اعتقد الموضوع سهل. حلو، هنعمل ايه؟ هنعمل نفس اللي احنا عملناه. عندك معادلتين في مجهولين هنجيبهم على طول. ايه المعادلتين؟ والله هتقول ان الاي بي كوزاين 22 ناقص بي سي ساين 30 بيساوي 0، وهتقول والله ان البي سي كوزاين 30 ناقص اي بي ساين 22. المفروض نقول ناقص 180 كمان عشان هي تحت، بس هنقول بيساوي على طول ايه 180 عشان نكتبها على طول على القلم. هتعمل ان يكن بقى انت ازاي تجيب فيها معادلتين مجهولين. فاحنا هنقول والله ان هنبدا بالاي بي اول. حلو، فهتبقى كوزين 22 وبعدين بعدها ناقص ساين 30 اللي هي نص وبعدها صفر. طب في المعادله اللي بعدها المفروض نجيب الاي بي اول، بس انت فاهم يعني يبقى سالب ساين 22 بعدها كوزين 30 بالبوزيتيف بعدها 180، ومنها ان الاي بي بيساوي 146.18 والبي سي بيساوي 271.079. حلو، هنرجع نبص الاختيارات. اول حاجه طالبها البي سي احنا طلعنا ب 271.079 اللي هي بوينت 1 موجوده في الاختيار دي. تاني حاجه الاي بي هنطلع 146.18 موجود 146.2. طبعا التقريب ده بسيط يعني. عايز التنشن في الاي دي، هنروح نحل بقى الاي دي بس هحلها لك بطريقه ثانيه اسمها طريقه لامي. طريقه لامي بقى بتقول لك ايه؟ بص ركز معايا. هنجيب الاول نقطه ايه كده، تقول والله انت عندك قوه تحت ب 300، وعندك قوه هنا كده اسمها اي بي، وعندك قوه هنا كده اسمها اي دي. احنا عارفين اي بي بكام؟ ايوه هنشيلها كده ونقربها ب 146.2. ويفضل وانت تحل في التشويسز لو هي مثلا كانت ب 18 وانت لقيتها في الاختيارات عاملها لك بوينت 2 كمل بوينت 2. حلو، عشان الموضوع يبقى ايه هتلاقي الاجابه كده اقرب. المهم طريقتي هنا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت عايز الفورسز مع الزوايا، كل فرصة على الزاوية اللي قصادها بيساوي كل فرصة على الزاوية اللي قصادها بيساوي كل فرصة على الزاوية اللي قصادها. هنطبق دلوقتي عملي وهتفهم إن شاء الله. والله هو قال لك إن دي كده جاما، ماشي، ودي طبعًا ب90، فالزاوية دي كده كلها بقت إيه؟ بقت 90 زائد جاما. تمام، الموضوع بسيط. نيجي نبص هنا، قال لك والله إن دي ب22، طب ودي بكام؟ والله دي ب90، بتبقى كلها بكام؟ ب112. تمام، لحد دلوقتي في أي مشاكل؟ مفيش أي مشاكل. طب الزاوية دي بكام؟ والله كل ده كده ب180، هنشيل منه ال22 والجاما، هيبقى بكام؟ 180 ناقص 22 ب158 ناقص جاما. تمام، المفروض لو انت جمعت الثلاث زوايا دول، لو انت جمعت ال 158 ناقص جاما زائد 90 زائد جاما زائد 112 تدي لك كام؟ تدي لك 360. هنعمل ايه بقى؟ هناخد كل فورس على الزاويه اللي قصادها. فاول فورس اللي هي 146.2 هنقول والله ان ال 146.2 على ساين الزاويه اللي قصادها، ساين 90 زائد ما كنتش بقول ساين بس هي ساين الزاويه اللي قصادها، هيساوي ال 300 على الزاويه اللي قصادها 300 على ساين
158 ناقص جاما بيساوي الإي دي اللي إحنا مش عارفينها على ساين 112. دلوقتي إحنا وصلنا للمعادلة دي كده. هنعمل إيه بقى؟ بُص هتحنكش بقى بالطريقة اللي تعجبك، يعني عايز تضرب مثلًا نقطة 2000 في وسطين وبعدين نقطة 2000 في وسطين ماشي، المهم نوصل لإيه؟ لمعادلتين في مجهولين، فهيبقى شكلها مثلًا إزاي؟ نضرب دي كده 2000 في وسطين، فممكن نقول إن الإي دي تبقى بتساوي 300 ساين 112 على ساين 158 ناقص جاما. فإحنا عملنا إيه؟ نضرب طرفين في وسطين، فضربنا الوسطين دول وبعدين قسمنا على دي عشان نجيب الإي دي إيه؟ في خانة لوحدها، ونجيب الإي دي تاني بقى المعادلة دي مع دي هتبقى بتساوي 146.2 ساين 112 على ساين 90 زائد جاما. أو كنا ممكن نساوي المعادلتين دول مع بعض على طول أصلًا على الآلة ونجيبها. المهم هنساوي دي بدي، حلو هنوصل بقى لإيه؟ دلوقتي 300 ساين 112 300 ساين 112 على ساين 158 ناقص إكس، حلو؟ بيساوي 146.2 ساين 112 على ساين 90 زائد إكس. هنا هيطلع لك الزاوية، والله دلوقتي هو طلع لك زاوية جاما بتساوي كام؟ بتساوي 61.0. ممكن يطلع لك أرقام كبيرة ابدأ اطرح منها إيه 360، أو ممكن وأنت بتدوس شيفت سولف تكتب رقم صغير، تكتب مثلًا 50 60 بحيث إن هو يجيب لك إيه زاوية صغيرة ما يجيبلكش زاوية 2000 وشوية. المهم هنرجع نعوض بقى في أي معادلة منهم، هنجيب الإي دي مثلًا نعوض في المعادلة دي، فنقول له والله 300 ساين 112 على ساين 158 ناقص 61 هتدي لك كام؟ والله هتساوي 280.24. هنيجي نبص دلوقتي بقى للأسئلة. تنشن اي دي انا طبعا ب 280 موجود في الاختيارات، موجود اختيار دي 280.2 فعلا، والانجل احنا طلعنا 61 موجود في الاختيارات فعلا 61 0.7. فكده تمام احنا حلينا الاربع مطالب، والمطالب بتاعت ال2 دي ان شاء الله بتكون سهله. هنحل بقى دلوقتي مساله من كويز السنه اللي فاتت، مساله كويسه طبعا مستوى الكويز اللي هيجي لك ان شاء الله. في الكويزات عامه الدكتور بينزل اعلان قبلها بيقول لك والله ان الكويز هيجي في كذا وكذا وهكذا. تمام هنحل المسائل ديت ده ان شاء الله هتكون اخر مساله. والله دلوقتي بقى ان شاء الله هنحل مساله الكويز السنه اللي فاتت. طبعا انت اهم حاجه حرفيا انك تحل ايه اسئله الكويزات وبالذات السنين القريبه، يعني مثلا توصل لحد 2018 2019 مثلا كويس فاهم، قبل كده لا الموضوع مش حلو خالص، لو قدرت توصل يعني 2019 تبقى ما شاء الله عليك. والله قال لك دي نقطه سي دي نقطه بي، عمل هنا كده نقطه دي، عمل لك هنا كده قال لك ان ديت جاما نازل من هنا كده لايه، وقال لك ان نقطه ايه عمل دي هنا كده اي وبس، وعمل دي كده وعمل دي كده، قال لك ان ديت فاي ودي سيتا. باك اي بوينتس ايوه ركز بقى، قال لك ايه؟ قال لك ان في هنا بيض كتلتها ب5 ب58. قال لك ايه؟ قال لك كتلتها. طب دي اللي احنا هنشتغل بيها؟ لا احنا هنشتغل بالويت، الويت اللي هو بيساوي ايه؟ هيساوي 58 في 9 و8. ركز في دي عشان انت ممكن مش عارف تحل السؤال بسبب الموضوع ده، اللي هو قاعد شغال بال58 ومش عارف تتحرك. حلو بكام؟ ب 568.4. واقول لك على حاجه بقى، دي مشكله الاستاتيكي، ان انت ممكن ما تعرفش تحل ولا مطلوب عشان انت عندك ضغطه في فتحه المساله، فعشان كده اهم حاجه انك تتعلم ازاي تفتح المساله، ازاي تفك بس الشفره اللي قبل حل المساله، انما بقيه الخطوات كلها بتبقى شبه بعضها. وغالبا اصلا احنا كل اللي احنا هنعمله اعلمك ازاي بنفتح المساله واكمل معاك مثلا واحده او اتنين، انما باقي الافكار احنا بس هحرق لك الافكار. تمام بس مش في الاول يعني في الاخر عشان الافكار بتكون كتيره. والله دلوقتي قال لك نسيتا ماشي، قال لك الجاما بكام؟ قال لك الجاما دي ب 81، قال لك ان السيتا دي ب 62، وقال لك ان الفاي ب 75. هنبدا من فين بقى؟ فكر انت كده ايه النقطه اللي احنا نقدر نبدا من عندها؟ اكيد هنبدا من عند الايه فاهم يعني، اكيد مش هطلع مثلا ابدا من عند البي وانا مش معايا اي حاجه، لا هيبقى معايا الاي بي ولا البي سي ولا البي دي ولا معايا اي حاجه، فلا تبدا من الحته اللي انت تقدر تشتغل فيها بتو انونز عشان مش تقدر تجيب الا تو ايكويشنز. هنعمل ايه دلوقتي؟ والله انت عندك تو اوبشنز، اما تشتغل بلامي اما تشتغل بالايه بالتحليل وكده. طبعا انا هشتغل بلامي اسهل 100 مره. هعمل هنا كده قال لك دي بكام؟ ب 568.4.
عندك هنا كده حرف الE أو ممكن نسميها AE، وعندك هنا كده الAB. دي بكام؟ دي ب62 اللي هي ال62 ده، زائد ال90 بكام؟ ب152. طب دي كده بكام؟ والله 75 زائد 90 بكام؟ 156. طب ده بقى بكام؟ 360 ناقص 156 ناقص 152 هيطلع ب43. المهم يبقى مجموعهم 360. هنعمل ايه دلوقتي؟ والله هنقول ان كل فورس على الزاويه اللي قصادهم، ف 568.4 على ساين 43. انا بقول الزاويه اللي قصادها قصدي ساين الزاويه يعني، بيساوي الاي في على ساين 165 بيساوي الاي اي على ساين 152. طبعا انت عندك اصلا ده كده رقم معروف اهو، فاحنا هنساوي مره بده ومره هنساوي بده. ايوه معاك والله ان الاي في هيساوي 568.4 في ساين 165 على ساين 43 هيطلع بكام؟ هيطلع والله ب 215.708 نيوتن. والله عندك ان الاي اي تطلع معاك بنفس ال 568.4 بس في ساين 152 على ساين 43 تطلع معاك ب 391.273. هنبص الاختيارات، والله طلب التنشن في الاي اي اللي هو 391.2 موجود فعلا شويس بي. طالب الاي بي احنا طبعا 215.7 موجود فعلا الاختيار ايه. هنروح بقى دلوقتي نتحرك من نقطة A لنقطة B. نيجي لنقطة B، والله عندك هنا كده ال AB، عندك هنا كده ال BD، عندك والله هنا كده ال BC. عندك زوايا، أيوه عندي زاوية. آه الزاوية دي كده لو جبنا رسمة من فوق أهي دي ب81، فالباقي دي هتكون 180 ناقص الأنجل اللي هي بكام؟ ب101. والله دي برضه زيها عشان زاويتين متوازيين دول بيبقوا متكاملين ب180، مش متوازيين دول بيبقوا مطبوخهم 180 تمام. فوالله المفروض تبقى 62 زائد كام ب180 تطلع معاك ب118. تطلع 360 ناقص دول 360 ناقص 118 ناقص 101 تاخدها ب101. وده ممكن كنا نجيبها بكذا طريقة يعني، بس هاتها بالطريقة اللي تعجبك، المهم تجيب الزوايا صح. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقول والله ما احنا معانا حاجة من دول لازم يكون معاك واحدة اللي هي الايه؟ الاي بي. فالاي بي بكام؟ ب 215.708. والله كل اللي احنا هنعمله هنقول 215 خليها بوينت 7 تقريبا بس على ساين 101 بيساوي البي دي على ساين 118 بيساوي البي سي على ساين 141. طبعا ممكن نعمل زي المره اللي فاتت نجيبها كده، او ممكن نحلها على الآلة على طول شيفت سولف. هنقول والله 215.71 على ساين 101 بيساوي البي دي اللي هي اكس على ساين 118. شيفت سولف تطلع معاك ان البي دي بيساوي 194.025. البي سي هنعمل نفس الفكره بالظبط بس بدل ساين 118 نخليها ساين 141. هيطلع معاك والله ان البي سي بيساوي 138.29. هنبص للاختيارات. في غلطه فعلا في المساله. احنا دلوقتي واحنا شغالين قلنا ان ديت، بس نرجع بس في حاجه بسيطه. احنا قلنا دي 81 فانا غلطت وقلت دي 101، لا هي المفروض تبقى 99. فاحنا نرجع نخلي دي كده 99 اهي، دي 99 ودي طبعا هتبقى غلط بقت 143. دي برضه هنشيلها نخليها 99 ودي 143. مش فاهم بس الغلطه حصلت منين، ان انا مطرح 180 ناقص 83 خدتها ب 101 سقطان رياضه. فهي دي غلطه كده، انما 118 تمام. وطبعا ده وارد جدا يحصل لك غلطه حل من السرعه ان انت تغلط في حاجه بسيطه، بس الفكره بقى في الايه، في الكامباك بتاعك اللي هو الرجوع بتاعك يكون ايه بسيط، انت لقطت ان في غلطه هنا ترجع بقى بسرعه. فوالله زي ما قلت لك هنعدي الدول كده نحسبها تاني على الاله بعد العوده للفار بقى، ورجعنا الارقام ديت اللي كانت غلطه. طلعت 192.834 ودي طلعت 131.43. ومنها هنرجع نشوف الاختيارات. فالبي دي فعلا 192.83 والبي سي بيساوي 131.47. في بقى هنا بقى عايزين تركيز، عشان هنا بقى حرفيا هو بيعيد لك المساله تاني من الاول. قال لك عايز كتله البايب لو الماكسيمم تنشن
طيب احنا لسه حالين مساله الماكسيمم تنشن من شويه. قلنا الفكره في ايه؟ ان هو بتساوي اقرب واحد، او قصدي اكبر واحد للرقم اللي هو مديهولك اللي هو 1000. حلو. ومنها بقى ترجع تحل المساله تاني كلها. ماشي. فاحنا دلوقتي هنشوف فين الماكسيمم تنشن اللي احنا وصلنا له. والله هو كان الاي اي، صح؟ فاحنا هنساوي والله ان الاي اي بيساوي 1000. هنرجع بقى لانهي سؤال بالظبط، او لانهي منطقه بالظبط عشان السرعه. هترجع لمعادله لام اللي احنا عملناها، عشان كده أنا بحب اشتغل بلام. شفت انت المعادله دي كانت ايه؟ اي على ساين 152، لان ما اتغيرتش. كانت بتساوي الويت على ساين 43. ارجع بقى اعملها تاني وتقول والله الاي اللي هي بقت ب 1000 على ساين 152 بيساوي الويت. الويت ده لو كان ايه؟ 9 و8 ام. مش احنا كنا لسه قايلين هو طالب اصلا الام، هو مش طالب الويت، هو طالب الام. الام اللي هي الكتله. ف 9.8 في ام على ساين 43. شفت سولف؟ هنشوفها على القلم كام. يبقى 1000 على ساين 152 بيساوي 9.8 في ام على ساين 43. شفت سولف؟ هيطلع معاك ان الام بيساوي 148.27. افتكرت حاجه دلوقتي فعلا، ان الكويز ده واحنا بنمتحنه كان الدكاتره دخلت وقالت ان السؤال الخامس والسادس سؤالين غلط، وفعلا شالوا درجاتهم من الكويز عشان كان في نماذج كان فيهم الاسئله غلط. طبعا انت عندك في الكويز الاستاتيكا عامه بيكون في نماذج كتيره جدا، فالاثنين دول السؤالين دول بس انا فاكر كانوا غلط. ف طبعا ده بيحصل نادرا، يعني حصل مره معانا ومره في الكريدت تقريبا، ما بيحصلش كتير. بس المهم هي دي الاجابه الصح، بس هي فعلا مش موجوده في التشويسز. والسؤال اللي بعده قال لك في المينيمم تنشن، فاحنا كنا هنشتغل على المينيمم تنشن اللي هو الايه؟ البي سي. كنا هنساويه بالرقم، وبعدين نرجع تاني نجيب البي دي، بعدين نرجع تاني نشتغل على ايه؟ نجيب الاي بي، بعدين نرجع تاني نجيب من الاي بي ايه بقى؟ نجيب الويت تاني، وبعدين نجيب الالمس. تمام، تكون فهمت قصدي يعني. والله البروجرام في ال 2 دي لحد ما سهل، يعني ما فيهوش مشاكل كتير. انت يا اما بتجيب ال 2 ايكويشن يا اما بتشتغل بلامي، والموضوع لحد ما سهل. ومساله السبرينج خدت معاك واحده برضه، مش مشكله قوي يعني. المسائل ما بيكونش عليها مطالب كتير، اخرهم 5 أو 6 زي ما انت شايف كده، عشان الفكره كلها في شويه يا بالنقط يا بلامي في كام نقطه بتقعد تكررها. اللعب كله بيكون في 3 دي. اتمنى تكون استفدت. لو لسه عندك اي اسئله ابعت لي على جروب الواتس. وسلام.